بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم راح نشارك معاكم وصفة سريعة وسهلة، والأهم من هذا أنه وصفة صحية مع عصير الأفوكادو أو لافوكا. نعرفوا القيمة الغذائية للأفوكادو أنه يضاهي حليب الأم، يحافظ على صحة القلب والشرايين لأنه يحتوي على البوتاسيوم، يقلل من نسبة الكوليسترول، مفيد للحمية الغذائية لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الدهون والسعرات الحرارية اللي تخلي الإنسان يحس بالشبع لفترة طويلة. يحتوي على ألياف كثيرة تساعد على الهضم، يحتوي على كربوهيدرات تساعد على عدم زيادة نسبة السكر في الدم، يحمي من الإصابة بالالتهابات والإصابة بالأمراض الخبيثة عافانا الله وإياكم. مهم جدا لصحة العين وللرؤية ولتقوية العظام. نروح للمقادير والكيفية التحضير. عندي هنا حبة أفوكادو أو أفوكا، حبة مغسولة. عندي مغرفة عسل ومغرفة زبدة الفول السوداني، الحليب وحبة موز. نحط هذه المكونات في الخلاط الكهربائي، نقطعوا البنان، نزيدوا حبة الافوكا نقشروها ونقطعوها، نزيدوا مغرفة كبيرة زبدة الفول السوداني أو لو بور دو كاكاويت، نزيدوا مغرفة كبيرة تاع عسل حر ولا 2 مغارف حسب الرغبة، ونزيدوا الحليب 2 كيسان كبار حوالي 600 مليلتر. نخلطوا كلش مع بعض في الخلاط الكهربائي، نتحصلوا على هذا العصير. اللون تاعو مايل للأخضر، عصير صحي وبنين. نتمنى هذه الوصفة تنال إعجابكم. إذا كنتوا أول مرة تزوروا قناتي متنسوش ديروا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس كي يصلكم كل ما هو جديد. خليوا لي لايك وتعليق. في أمان الله.